بسم الله الرحمن الرحيم. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أقدم لحضراتكم معلومات تثقيفية عن العملة المصرية، نحلق في سماها، نغوص لنستخرج خفاياها. وأقدم لحضراتكم فئة 5 ملمات المصرية، أو التعريفة، أو النص قرش كما كان يطلق عليها في الماضي. أقدمها كفئة سلطانية وملكية. 5 ملمات حسين كامل، الوجه عليه 5 ملمات حسين كامل، الظهر عليه حسين كامل 1335 1916 حسين كامل سلطان مصر. عفوا، في من دي إصدارين، إصدار بحرف الاتش وإصدار بدون حرف الاتش تحديدا، يكون في هذا المكان. 1917 الوجه عليه حسين كامل سلطان مصر 1335 1917. الظهر عليه 5 ملمات يبقى في 1916 1916 و 1916 اتش و 1917 1916 اتش دي ساقطة من عندي من المجموعة. يليها فترة الملك فؤاد ملك مصر بالبدلة الملكي، الوجه عليه صورة الملك فؤاد، الظهر عليه المملكة المصرية والفئة والتاريخ 1342 1924. طبعا الفئات اللي هي أقل من 5 ملمات تقعد فترات معينة طبعا قيمة العملة نفسها، وبعد كده بتندثر، لا تسك لانعدام قوتها الشرائية. زي ما قلنا بالنسبة للنص مليم، وبالنسبة للمليم قعد بالخمسينات وأوائل الستينات، وبعد كده طبعا لم يعد يسك لانعدام قوته الشرائية. 5 ملمات تعريفها الملك فؤاد، أو نص قرش الملك فؤاد ملك مصر بالبدلة التشريفة، الوجه عليه صوت الملك فؤاد، الظهر عليه المملكة المصرية، الفئة والتاريخ 1348 1929. الملك فؤاد أيضا بالبدلة التشريفة، الوجه عليه فؤاد الأول ملك مصر، الظهر عليه المملكة المصرية والفئة والتاريخ 1325 1933. يبقى الملك فؤاد ملك مصر، الظهر عليه الفئة والتاريخ 1354 1935. وكده خلص الملك فؤاد. يبقى الملك فؤاد له 4 تعريف، 4 قطع نص قرش. الملك حسين كامل له 3،
2 1916، واحدة بالاتش واحد بدون الاتش، تعريفها بالاتش وتعريفها بدون الاتش. و1917 الملك فاروق الأول له قطعتين إصدارين. الأول الوجه عليه طبعا ملك فاروق ملك مصر، كما موضح أمام حضراتكم. الظهر عليه المملكة المصرية 1357 1938، والفئة 5 ملمات. آخر تعريفها للملك الفترة الملكية 5 ملمات، فاروق الأول ملك مصر. الظهر عليه المملكة المصرية 1360 1941. ويبقى كده انتهت الفترة الملكية بالنسبة لل5 ملمات أو التعريفة أو النص قرش. ويبقى الملك فاروق له قطعتين إصدارين سكين بتاريخين مختلفين. الملك سلطان حسين كامل له 3 إصدارات، إصدارين 1916، واحد بالاتش وواحد بدون، وواحد 1917. الملك فؤاد له 4 إصدارات، واحد ب البدلة الميري البدلة الملكي، و3 بالبدلة الميري بتواريخ مختلفة. ويبقى كده أنهينا التعريفة السلطانية والملكية. إلى محاضرة أخرى عن التعريف في الفترة الجمهورية إن شاء الله، جمهورية مصر والجمهورية العربية المتحدة. شكرا لحسن متابعتكم، أرجو أكون أضفت الشيء إلى معلوماتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.